بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة من أحلى الحلويات اللي ممكن نعملها في البيت. بنات كتير بيستصعبوها، لكن جايبالك المقادير اللي أنا حافظاها عندي، اللي أنا معتمداها يعني. وبجد بتطلع معايا أنجح سابليه ممكن نعمله في البيت ويطلع معايا أنا بجد تحفة جدا. امشي معايا بالخطوات وبالمقادير وهيطلع معاكي تحفة. المقادير اللي انا حافظاها واحفظيها عندك. هحتاج كوبايه من دقيق الكحك والبسكوت علشان يديني نتيجه حلوه. وهحتاج كمان نص كوبايه زبده وربع كوبايه سكر بودره. هي المقادير احنا كوبايه الدقيق بناخد نصها اللي هو الزبده، السكر بيبقى نص الزبده اللي هو ربع كوبايه من السكر. ولو ضعفتي الكميه برضو يبقى نفس ال يعني المقادير كده، اللي هو حتى لو كوبايتين دقيق يبقى كوبايه من الزبده، يبقى نص كوبايه من السكر. والبيضه بقى والفانيليا دول ثابتين معانا. تمام كده. انا طريت بس الزبده بالمضرب الكهرباء، هنزل عليها بنص كوبايه من السكر البودره، لان انا عملت المقدار بتاعي كوبايتين دقيق. تمام كده. ضربتهم طبعا، خلطتهم مع بعض بالمضرب الكهرباء ولحد ما السكر اختفى. وبعدين هنزل بالبيضة والفانيليا. وهضربها كويس قوي مع الزبدة والسكر لحد ما البيضة تختفي. بس كده دور المضرب خلاص انتهى. انا زي ما قلت لكم عامله مقدار كوبايتين من الدقيق. حطيت الكوبايتين بتوعي وزودت معلقه من النشا وربع معلقه من الملح. معلقه النشا بتدي قرمشه كده معايا للسابليه، بتديني برضو نتيجة حلوة. دي تركية برضو اعمليها، هتفرق معاكي قوي في الطعم وفي القوام. طبعا مفيش عجن في السابليه او في البسكوتات يا بنات، يا دوب بس بنلم الدقيق مع المكونات التانية زي ما انتوا شايفين لحد ما اوصل القوام اللي انتوا شايفينه ده. حتى لو العجينه بتلزق شويه مفيش مشكله، احنا كده كده هنسيبها في التلاجة ترتاح شويه. بس انا قسمت العجينه، اخدت جزء هحط عليه شويه من الكاكاو، لان انا هعمل جزء بالكاكاو وجزء عادي. فبرضو عجنتها بشويه من الكاكاو وهسيبهم في التلاجة يرتاحوا مش اقل من ساعه. علشان طبعا اقدر افرد العجينه بكل سهوله. هنا بقى الشغل، يعني اهم حاجه في السابليه هو ان انا افرده بين يعني يا اما كيسين تلاجة افردهم، افتحهم وافردهم وافرد بينهم العجينه بتاعه السابليه، او ان انا احط مفرش العجين تحت وفوقيه افرد العجينه، وفوقيه هيكون كيس تلاجة مفتوح علشان اقدر اشيل السابليه بكل سهوله. تمام. انا كده فردته بالفريده بتاعت العجين. واي قطعات بقى عندك، اي اشكال، انا كان عندي الاشكال دي، اختاري بقى اللي انت عايزاه. طريقه التقطيع بتبقى سهله جدا زي ما انت شايفه كده. اي قطعات بقى عندك قطعيها، وحاولي ان انت تقربي الاشكال من بعض عشان يعني ما نهدرش من العجين كتير. احنا كده كده هنلم بقيه العجينه ونعملها تاني يعني، بس يعني كده افضل لك عشان ما يطلعش من العجين يعني كتير. ما تفضليش تشيلي يعني تهدير من العجين كتير. كده تمام. انا خلصت كده، بس انا برضو مش هشيل الاشكال دلوقتي، مش هعرف اشيلها. علشان ما تفتكريش ان العجينه باظت منك او ان انت مش قادره تشيلي العجينه. لا، انت بمجرد ان انت هتحطي المفرش بتاع العجين بتاعك او الكيس بتاع التلاجة اللي انت فارده عليه في على الصينيه او اي حاجه، وتدخليه الفريزر ربع ساعه بس. شايفه الاشكال بتطلع معايا بكل سهوله ازاي؟ حتى الشكل بتاع الشجره ده ممكن ان هو كان يتقطع او حاجه لو هو لسه طري، لكن ان انتي بتسيبيه في التلاجة دخليه الفريزر 10 دقايق وبعدين طلعيه هيطلع معاكي بكل سهوله. بصوا مفيش ولا شكل معايا باظ. تمام كده. بقيه العجين ده هلمه وهفرده تاني، وبرده هدخله في الفريزر 10 دقايق وهفرده برده بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين. وهقطعه برضو، هدخله برضو 10 دقايق الفريزر وبعدين هطلعه اسويه، تكون الصينيه اللي انا حطاها في الفرن استوت زي ما انتم شايفين كده. بجد بجد الشغل فيه سهل جدا. هو بس بياخد وقت شويه معانا ومحتاج التركات اللي انا قلتلك عليها دي.
مش هعرف اشيل الاشكال بتاعتي اللي انا مقطعاها وتكون يعني ما تبص معايا الا لو دخلته الفريزر 10 دقايق يجمد معايا وهطلع الشكل بكل سهوله. الاشكال بقى بتاعت التارت الصغيره اللي عندي دي بواقي العجينه الاخيره حطيتها فيها وعملتها بالشوكه كده بس علشان تطلع معايا مظبوطه في السوا. ودخلته الفرن يعني مش بياخد اكتر من 10 دقايق 12 دقيقة حسب طبعا الفرن بتاعك على الشبكة طبعا، مش بنولع الشواية. وهيطلع معاكي اجمل سابليه ممكن تاكليه. ده الجزء اللي انا كنت عاملاه بالكاكاو برضو دخلته الفريزر شويه. بصوا بيطلع بكل سهوله، انا كنت بصور بايد وبطلع الاشكال بايد زي ما انتم شايفين بيطلع بكل سهوله لانه كان ارتاح في الفريزر شويه. بس كده. دي الاشكال اللي انا عملتها، وعايزه اوريكم ان انا كمان مش حاطه ورق زبده في الصينيه، وعادي ما لزقش ولا حاجه لان طبعا في كميه زبده محترمه. تزيين بقى السابليه والتوبينج اللي انت عايزه تحطيه عليه ده طبعا اختياري جدا. اي حاجه موجوده عندك. انا كان عندي شوكولاته سيحتها، لو كان عندي شوكولاته بيضاء برضو كنت هعمل بيها طبعا بتفرق برضو في الشكل، بس ما كانش عندي. لو عندك او في الميكرويف يا بنات وبرضو تعملي بيها هتبقى تحفه جدا. كان عندي جوز هند، كان عندي سوداني، زبيب، اي حاجه موجوده عندك ممكن. سكر بودره ممكن ترشيه. انا بحب اكله كده اصلا، يعني هو طعمه طعم العجينه بجد بجد بتاعته بتبقى تحفه ومسكره ومش محتاجه اصلا اي حاجه، بس يعني عشان الاولاد ولو عندك حفله او عندك مناسبه وعايزه تعملي له بقى توبينج كده حلو يبقى شكله مشرف يعني، فممكن تعملي اي حاجه موجوده عندك برضو. بيفرق قوي وطعمه بجد تحفه بجد، ويشرف قوي قدام اي حد لو جاي لك ضيوف او عندك مناسبه او عايزه تاخدي لحد هديه في علبه. انضف واجمل واوفر بكتير قوي من الحاجات اللي بنشتريها من بره. امشي بس على الخطوات اللي انا قلتلك عليها وعلى التريكات، وان شاء الله هيطلع معاكي اجمل كمان من اللي انا عملته. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو استفدتم من الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.